السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. نشكركم من كل قلبي على دعمكم لي حتى ولو بتعليق. اليوم راح نقدم لكم وصفة جديدة واللي هي شوربة فريك عنابية 100%. ان شاء الله تعجبكم، تجي بنة. نبداو بالمقادير. عنا بصلة صغيرة مرحية، عنا قرن فلفل حار، عنا ربطة صغيرة دبشة وكرافس، وعنا كرافس، عود كرافس، عنا اللحم. كل واحدة وش تقدر تدير. هو يجي بنين باللحم غنمي، يجي بنته خير من حاجة. حتى تقدروا تديروه بالدجاج. عنا حمص مرنخ، عنا 2 ملاعق كبار اكل طماطم مصبرة، عنا نكيل، انا بنكيب الكيل هذا فريك، بعد نغسلوه ونضيفوه للمقادير. عنا زيت، عنا السمن ملعقة كبيرة، عنا التوابل ملعقة صغيرة ملح، تابل، انا ندير تابل دواقة، عنا فلفل اسود، عنا فلفل عكري تابل احمر حلو، وعنا ملعقة صغيرة نعناع مجفف مرحي. نبداو على بركة الله. بسم الله. نبداو بوضع الزيت، البصل، اللحم، والله اللحم، دبشة وكرافس والكرافس، الحمص، السمن، والتوابل، ونقليوهم على نار هادية، نقليوهم مليح. هنا بعد ما يتقلى اللحم مليح ما نخليهوش ينشف كامل، نخليوه شويه الماء تاعو، ونضيفو الماء الساخن. لازم الماء الساخن، لازم نوصلوا الماء حتى هذا الميز. انا الكوكوط تاعي تهز 5 إطرات ماء بهذا الشكل، ونغلقوا عليها الكوكوط ونخليوها تطيب مدة ربع ساعة ونرجع. بعد ما يطيب اللحم قليلا، يطيب شوية يدخلوا الطياب، نحطو هذوك الطماطم بعد ما حليناها في الماء، وبعد ما غسلنا الفريك ها هو نغسلوه جيدا بالماء حتى نتنحالو الشوائب، نضيفوه نضيفو الكمية كاملة. بعد ما نضيفو الفريك والطماطم نغلقوه على القدرة ونخليه حتى يطيب كلش، وفي الاخير نضيفو القرن الفلفل الحار 5 دقائق ونطفيوه. انا يا البنات ما كفاونيش 2 ملاعق كبار طماطم مصبره، زيت 2 واحد اخرين، تسمى كل 4 ملاعق كبار طماطم مصبره باش يجيكم شوربه حمراء ملاحه. وضفت الفلفل الحار، هاني ضفته، نحركو. بعد ما اختار نقولوا احنا تلبى، نطفيو النار على الشوربه ونضيفو نعناع مجفف
انا كنت عملته في المنزل، نشري نعناع ونجفه ونرحيه هكذا ونحركه. وها هو جاري فريك وجد على طاولة التقديم. نقولوا احنا الشوربة فريك، يجي بنين 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 للغاية. نتمنى تشتركوا في قناتي وتدعموني باللايكات والتعليقات ان شاء الله باش نتواصل مشواري معاكم، وشكرا.